انا عارف مزيان ان هذا الفيديو غادي يعجب هي 1% من المغاربه، اما 99% اللي بقات غادي يقولوا عليا كنعيب في بلادي وكنكريتيكي. ولكن بقى معايا لان في هذا الفيديو غادي نوريك بالارقام كيفاش بلادنا قدرت تطور كره القدم بشكل عالمي، وفي نفس الوقت التعليم بقى واقف بلا اي حركه. وغادي نشارك معكم افكار عمليه كيفاش بنفس العقليه اللي طورنا بها كره القدم نقدروا نطوروا بها التعليم. في العشر سنين الاخيره شنو وقع في التعليم؟ اضرابات كتجي وحده مورا وحده، والاساتذه كيضطروا يغيبوا والتلاميذ كيبقاو بلا دروس، حتى وصلت الجرائم بحال مقتل الاستاذه الله يرحمها اللي هزت الراي العام. وفوق هذا الشيء الغش في الامتحانات ولا عند بزاف ديال التلاميذ عادي، حتى ولا النجاح ماشي بالجهد ولكن بالحيله، والنتيجه ان التلميذ كيخرج من المدرسه بشهاده ولكن ما عندوش كفاءات حقيقيه اللي غادي يواجه بها سوق الشغل او يكمل الدراسه ديالو. وفي المقابل شوفوا شنو وقع في كره القدم المغربيه في نفس الوقت نيت. المنتخب الوطني دار تاريخ في مونديال قطر 2022 ووصل اول مره للنصف النهائي وبهر العالم. الانديه المغربيه كيحصدوا القاب قاريه، الوداد بطل دوري ابطال افريقيا 2022، نهضه بركان فاز بكاس الكونفدراليه مرتين، والرجاء فاز بكاس العرب 2021. المنتخب المحلي جاب بطوله افريقيه المحليه الكان جوج المرات متتاليه، استثمارات كبيره في البنيه التحتيه، ملاعب عصريه بحال ملعب مولاي عبد الله، مركز تكوين حديثه وخطه واضحه لتاثير اللاعبين. ولكن ما تفهمونيش غلط، انا فرحان وكنفتخر بالانجازات اللي دارتهم بلادي في المجال الكروي، ولكن التعليم راه غادي وكيتراجع الان. ودابا خلينا نقول لك الارقام اللي غادي نصدمك وغادي نخليك تتفق معايا 100%. نبداو. نسبة الأمية في سنة 2024 وصلت 24.8%، وبالخصوص في المناطق القروية اللي باقي فيها الأمية مرتفعة بزاف. الهدر المدرسي كل عام كاين أكثر من 290 ألف تلميذ كيخرجوا من المدرسة، منهم أطفال صغار وحتى اللي قريب يشد البكالوريا ديالو. عدد الأساتذة حوالي 269 ألف أستاذ وأستاذة في المغرب، وهاد الأساتذة كيعانيوا في صمت. والمصيبه الكبيره ان بزاف ديال التلاميذ او الاسر اللي ساكنين في القرى ما عندهمش الحق انهم يقراو. علاش؟ لان والديهم كيحبسوهم ما يقراوش، وكاين سبب لهذا الشيء، وهو ان المدرسه تكون بعيده بزاف. هذا الشيء الا كانت وهكا كيكبر واحد التلميذ بلا تعليم حقيقي ما مكونش وما عندوش فرص مستقبليه. ودابا غادي نمشيو للحلول اللي خاصنا نركزوا عليها وكيفاش نطوروا التعليم بنفس الطريقه او بنفس العقليه اللي طورنا بها كره القدم. اولا خاصنا نكونوا اساتذه، لان الاساتذه هم اهم حاجه في التعليم. ثاني حاجه خاصنا نبقاو نراقبوا التلميذ في اي حاجه كانت صغيره او كبيره ونوجهوا احسن توجيه، ماشي في الاخر العام نصيفطوا ليه واحد الموجه اللي حاقد وما حاملش حتى يخدم. ثالثا خاصنا نشوفوا من جهه الناس اللي ساكنين في المجال القروي، لان ارتفاع الاميه مرتبط بدوك المناطق بالضبط، لان المدارس ما عندهمش والناس كيضطروا يحبسوا ولادهم على القرايه. ودابا الى وصلتي حتى لهنايا ما كرهتش انك تنزل الكومنت وتعطيني الراي ديالك في هذه المنظومه التعليميه واش بان لك وشنو هما الحلول المقترحه من جهه. وفي الختام كان معكم جمال من قناه اضافه، كنتمنى انني نكون قدمت لكم اضافه فعلا، والسلام عليكم ورحمه الله.